عفوا أختي، فقط أسأل من هو الضيف الذي معي؟ الشيخ حميد الهايس، محافظة الأنبار. والله أنا أعتذر وأنسحب من اللقاء، لأني لو كنت أعرف أن الضيف حميد الهايس لم أشارك في اللقاء، فأنا أعتذر وأنسحب من اللقاء. شكرا. دكتور، احنا بدنا نجري الحوار بطريقة هادئة، وهذا ما طلبته من الشيخ. طبعا ما يقدر يواجه الحقيقة لأنه كذاب وجبان بنفس الوقت. زميلي بقي لي الكرسي مثل ما هو، وبقي طول الحلقة الكرسي مثل ما هو فارق. هذا كرسي عبد الرزاق الشمري وبقي اسمه. طبعا لأن ما يعرف أصلا منين، ما يقدر يواجه الحقيقة. خلي المادة مثل ما هي على الشاشة، لا تشيلها. وقادة ما يسمى الاعتصام وقادة غيره. زين. زميلي هذا منو اللي دخل على الهواء؟ منو هذا اللي دخل على الهواء؟ زميلي المخرج، هذا الشخص اللي دخل الآن على الهواء منو هذا؟ إذا كان من أتباع عبد الرزاق الشمري اربطه على الهواء. زين. أما احنا كمجتمع عراقي متصالحين، نعم نحن متصالحين ومتفقين. لحظة شيخ حميد نسمع صوته. خلي يوصل الصوت. لا خلي يوصل الصوت. بلغ ما عفي كلمتي. عفني وانا ارعن يا ساقط. انت امام السناعيس، امام زينين المحازن، امام الطنايا يا ارعن، امام الطنايا يا تافه. انت شمر متبري منك، وابوك يفتر يدور تواقيع دا يسجلونه شمري وتبروا منه. شمر متبري منك وابوك يدور تواقيع. والله اكسر راسك، اقطع لسانك يا ساقط يا ابو البنات. انت جبان وعار اخلاقيا، ابو المكسرات. ساقط اخلاقيا معروف. ابو الملاهي اشرف منك الملاهي. اللي يرقص على السياشات اشرف منك ومن جماعتك. اللي يرقص على السياشات اشرف منك ومن جماعتك. خلقيا زمر ابنك يا عجوز. والله يعني لا بقي الوضع كما هو عليه زميلي المخرج، بس اتصور دبسس. انت تتجاوز علي دبسس. من انت ايها الصايع المتصكع؟ من انت معروف؟ انت اللي مطبلتي، انت اللي مطهرتي. انا خريج كليه تقنيه طبيه، شهادتي اعلى من شهادتك. على عبد الرزاق. رزاق انسان واحد دايح تافه يبحث عن نسبه واصله، ما عندك اصل انت. من انت يا حبيبي؟ بالملاهي اشرف منك يا دبسس. بالملاهي اشرف منك يا تافه، من طاح حظك وحظ شيباتك. ايه هاي المسؤوليه كل ما حصل. الملاهي اشرف منك. اللي يرقص بالملاهي اشرف منك. اللي يرقص بالملاهي اشرف منك، لان انت مو شريف، انت ناقص ارهابي. حتى فلوس المساعدات. الله يساعد النازحين، والله يساعد المحافظة هاي، والله يساعدك يا عبادي، والله يساعدكم يا شيوخ الأنبار، والله يساعد الدول اللي تريد تيجي تدعم الأنبار، والله يساعد الأمريكان اللي جايين يريدون يعيدون إعمار هاي المحافظة. يعني ما أعرف أنا المتلقي ايش يشوف هسه. تعرف عبد الرزاق الشمري هسه ايش سوى؟ وأنا حملة قانونيا كل اللي سواه ضرب سيارة الاس ان جي البث مال مكاتبنا بأربيل. وش ضرب على زميل المخرج؟ وكسر المكتب وسيارة الاس ان جي والكاميرات. يعني يا دكتور عبد الرزاق، هذا ضيفكم يا دكتور عبد الرزاق، جبناك بإطار تقعد تحاور، نفهم وجهة نظرك ووجهة نظر الطرف الآخر، نفهمكم أنتم من تريدون تدخلون تسوية تاريخية وتدخلون لبغداد، نفهمكم وانتم تدافعون عن حقوق سنه. اذا انت تريد تدافع عن حقوق سنه ما تقدر تواجه بدقيقتين. ايه اتحمل مسؤوليه كلامي يعني. اتفاجئ منك بالتعدي وتكسير ادوات المكتب والتعدي على موظفين المكتب بهذه الطريقه. ما نرجعها، هذه مو اخلاق للشيوخ، اخلاق للشيوخ غير شيء، العقل يفهم.